كما كنعرفوا الجميع الجماعات على المستوى الترابي كيلعبوا واحد الدور مهم في المساهمه في التنميه المحليه، خصوصا في الامور اللي جات في القوانين التنظيميه ديال الجماعات الترابيه، خصوصا فيما يتعلق بخدمات القرب. فبالاضافه للتحديات اللي كتعرف الجماعه على المستوى المحلي، كاين تحدي اخر اللي كيفرض على الجامعه انها تعزز من الموارد ديالها ومن القدرات ديال العاملين في هذه الجامعه ديالها، الا هو التحدي ديال التغيرات المناخيه. احنا انطلاقا من مشروع أسطا نسعى بان تكون هذه التجربه رائده في تعزيز قدرات الجامعات على المستوى الترابي للتكيف مع التغيرات المناخيه. إذا احنا اليوم في اليوم الأخير من المعسكر التدريبي اللي دارته جمعية الانطلاقة بمدينة أزيلال لفائدة 5 جماعات ترابية تمثل جهة بني ملال الخنيفرة. كان الهدف منه اللي كانت حاضرة فيه مختلف الفعاليات اللي ممكن تشكل من منتخبين، الهيئات الاستشارية، وكذلك كانوا حاضرين معنا الموظفين، خاصة نقاط الارتكاز داخل كل جامعة. كان الهدف منه هو تحسيس المظاهر ديال التغيرات المناخيه على المستوى ديال جهه بني ملال الخنيفره، وكيفاش اننا ندخلوا سياسه ترابيه حاضر في هذا البعد ديال التغيرات المناخيه على مستوى الجماعات الترابيه. كانت هناك مفاهيم دراهينيه مثل التغيرات المناخيه والتكيف مع التغيرات المناخيه والتخفيف من انبعاثات الغازات المسببه للانحباس الحراري. كذلك شفنا على جهه بني ملال الخنيفره كيف يمكن تمكين الفاعلين المحليين من أجل التكيف مع التغيرات المناخية على المجال الترابي ديال جهة بني ملال الخنيفرة. هذا المعسكر عرف نجاحا كبيرا، تم اكتساب مجموعة من المعارف والمهارات اللي غادي نحاولوا ننزلوها إن شاء الله في برامج عمل الجماعات الترابية، وكذلك بشراكة مع المجتمع المدني بجميع الأطياف ديالو. المعسكر التدريبي شاركنا فيه بواحد 5 ديال الجماعات اللي سيبلي من بين الجماعات اللي مشات بعيد في الجامعات المنفتحة ودخلت في برامج ديال المشاركة المواطنة، ودخلت في برامج ديال التواصل بصفة عامة وديال التنمية المحلية. قدمت لنا واحد العديد ديال التكاوين في اطار هذا المشروع ديال أسطا اللي كيتعلق بخصوص بالتغيرات المناخيه، واللي من خلالها خدينا واحد المجموعه ديال خرجنا بواحد ان دياغنوستيك بارتيسيباتيف اللي خدينا منه واحد المجموعه ديال المعلومات ومجموعه ديال الاقتراحات حول هذه التغيرات المناخيه، واللي في الحقيقه كانت في عده مراحل ومعسكرات تدريبيه كانت كثيره. نظمت جمعية الانطلاقة واحد الورشة تكوينية لفائدة 5 جماعات بما فيهم جماعة ناور اللي استفادت من هذه الدورة التكوينية حول تشخيص تشاركي التغيرات المناخية، واللي شاركوا فيها يعني مجموعة من أعضاء مجلس الشباب وهيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، إلى جانب موظفين الجماعة. أطلقت جماعة ناور بشراكة مع جمعية الانطلاقة واحد ورشة عمل هنا في جامعة ناور من أجل تشخيص ديال التغيرات المناخية وأسلوب التكيف معها، وتم الاعتماد على استبيانات والمقابلات الموجهة بالإضافة إلى البطاقات من أجل تحديد هذوك الآثار ديال التغيرات المناخية على جامعة ناور. وهنا تيبان لنا الدور الفعال ديال المجتمع المحلي في التصدي يعني لمختلف المشاكل، واللي من بينهم هذا المشكل ديال التغيرات المناخية. شاركنا بمعية مجموعة من الجماعات، وكان الدور ديالنا حنا كمجلس اننا مثلنا الجماعه ديال ناور، او مثلنا ان صح التعبير الشباب ديال الجماعه ديال ناور، باش نقدروا نشاركوا في واحد التشخيص تشاركي ديال التغيرات المناخيه على مستوى الجامعه. دابا مطالب منا حنا كمجتمع مدني وكجماعات وكمواطنين ومواطنات باش نحاولوا ما امكن ونبذلوا مجهود كبير للتكييف مع هذا التغيير المناخي والمخاطر المناخيه،